تفتكروا بقى بنجهز النهارده ايه؟ انا قررت اعمل كشري في الحله الواحده. اول مره اعمله في حياتي واول مره اجربه، فانا مش عارفه بقى هل التجربه هتنجح ولا لا. وخدتكم معايا هنا في الجو بتاع الشمس عشان ناخد جرعتنا بتاعت فيتامين د. فيلا بينا بقى نجهز اللوكيشن وبعد كده نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. قاهرة المعز، محافظة الجميل اللي هتلاقوا فيها دايما الشيء وعكسه. ورغم كده الناس كلها فاهمة ان كلنا جايين من ثقافات مختلفة ولازم نحترم الموضوع ده. مش هتلاقوا ابدا هنا حد بيفرض معتقداته على جاره مثلا، لان كلنا هنا متفقين ان كل واحد ليه عاداته وتقاليده ومعتقداته وبنحترمها. ومش هتلاقوا هنا حد طبيعي ابدا بيحاول يفرض عاداته ومعتقداته على الشخص التاني، عكس بعض الاماكن اللي لما بتروحوها بتحسوا ان مجرد انك كونك مختلف بس عن الناس دي بيحسسوك انك منبوذ. ما عندهمش فكرة او ما عندهمش معتقد انك جاي من ثقافة مختلفة، انك مش موافق على عاداتهم وتقاليدهم علشان انت ليك عادات وتقاليد تانية. والعادات والتقاليد معظمها بتبقى بعيدة تماما عن الدين، فالموضوع ملوش علاقة بالديانات، ليه علاقة ان القاهرة عامة كمحافظة واسعة جدا وكبيرة جدا. الناس حتى اللي مش فاهمين الموضوع ده لما بيجوا هنا بيفهموا ان هم لازم يتقبلوا رأي الآخر، لازم يبقوا فاهمين ومدركين وواعيين ان مش لازم افرض رأيي وافكاري ومعتقداتي على غيري طول ما هو ما بيضرنيش وانا ما بضروش. مش لازم ابدا احاول اغير اللي قدامي وانقله ثقافتي اللي وارد جدا تكون غلط، وارد جدا العادات والتقاليد تكون غلط، طبيعي جدا. القاهرة اللي فيها فرص كتير جدا وناس كتير قوي لما ما بتلاقيش الراحة أو الهدوء أو الخصوصية في الأماكن اللي هم عايشين فيها، أول وجهة بيتوجهوا لها هي القاهرة. غير بقى السياح طبعا لما بيجوا بيبقوا عارفين إن القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية. ودلوقتي محتاجين نتعلم أو نعرف شوية معلومات عن القاهرة.